اقسم بالله العظيم توني كنت برتكب جريمه بواحد، يعني وقح وقليل ادب، وامه وابوه ما ربوه، والله العظيم هو عديم تربيه. تخيلوا يعني انا موصله روان زين وشاي يعني شارين اغراض وكذي، فاساعدكم؟ قلت له لا مشكور، يعني بهداوه. كان يجي يوقف عند جامعة سيارتي، قلت له لو سمحت يعني زوجي ما يرضى لا توقف عند باب سيارة. زين رفعت الجامعة وقاعدة حاكي روان من ورا لأنها كانت واقفة عند يعني تخيلوا ما في لا عرض ولا أخلاق. المهم إن تنرفزت قعدت أصارخ عليه، شو يقول لي ليش تصارخين؟ مو عاجبه يعني يا أتحرش فيكم وتسكتون ولا لا تطيحون حظي وتصارخون. عسى ما شر يا ديوث، ايش فيك؟ ها؟ ورب الكعبة حرق دمي اقسم بالله العظيم. يعني اول شيء بغيت اطلب له دوريات، يعني ثاني شيء قلت لا هذا مو كفى دوريات، هذا ارتكب فيه جريمة. تكفى يعني بعرف انا العيب اللي انا سويته ولا العيب اللي انت قاعد تسويه بالشارع ويعكس تربية اهلك لك، هذا اذا انت اصلا عندك اهل ربوك. يعني بصراحة ما ادري شو اقول. يعني متى تفهمون؟ متى؟ يعني تسوى عليه هذا يروح الحين ينقط سجن كم سنة لأن أشكره هو تحرش، والقانون معنا مع المرأة مو؟ ودي أقسم بالله ودي أصادفها مرة ثانية، ورب الكعبة ما راح أرحمه، والله ما راح. يعني إن شاء الله بإذن الله يكتب وأشوفها مرة ثانية علشان أعلم الرجولة شلون صايرة، علشان يربي خواته يمكن بعد مو متربين مثله. المهم أنا آسفة أذيتكم بس كنت محرورة يعني محترة. نتكلم موضوع ثاني.